وجوجل ودن من طين ودن من عجين. كده على جوجل وكيف حيدمر جوجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم مساكم الله وسهلا فيكم فيديو جديد. بعد ظهور الشات جي بي تي وانه مايكروسوفت حتضيف الخدمة لمنتجاتها والضجة الإعلامية في الأوساط التكنولوجية والأوساط الرقمية حوالين الشات جي بي تي ولوين وصل فينا الارتفيكال انتليجنس وكل الصخب الإعلامي اللي صار حوالين الشات جي بي تي وجوجل ودن من طين ودن من عجين. جوجل قعدت معانا وحطت رجل على رجل ولا كان فارق عندها، وكانت بتستنى اوبن اي كيف حتقضي عليها من خلال الشات جي بي تي، قعدت تتفرج. انا شخصيا جربت الشات جي بي تي، صراحه ما عجبنيش كتير، يعني مش هذا الاشي الواو اللي ممكن اعتمد عليه، خاصة اني لما كنت اطلب منه معلومة والاحظ انه المعلومة غلط واكد له عليها واصحح له اياها واكد له انها غلط، يعذر لي ويطلع لي نفس المعلومة مرة ثانية غلط. على العموم هذا مش موضوعنا، احنا حنتكلم اليوم عن شيء ثاني خالص، لكن هذا شيء مرتبط بين الشات جي بي تي وجوجل لانه حنتكلم عن جوجل بارد. وعلى بركة الله نبدأ. جوجل ما حبتش تستجيب للضجة الإعلامية ولتكبير الراس وإنه حيدمر جوجل، لا فضلت تتأنى تستنى شوية وبدل ما تكبر راس تكسر روس. جوجل أصلا عارفة وفاهمة أي سوق مايكروسوفت بدها تدخل وتتحدى فيه، ما في داعي إنه جوجل تتعب حالها وتعمل أي شيء لأنه مايكروسوفت سريعا سريعا حتنسحب سريعا سريعا. وهي أحد الفروقات الجوهرية بين مايكروسوفت وجوجل. مايكروسوفت ما عندها النفس الطويل في المنافسة أو في البقاء في السوق. في 6 فبراير في بيان صادر عن ساندر باتشاي الرئيس التنفيذي للشركة أعلنت جوجل عن جوجل بارد. باتشاي أكد في البيان إنه بارد حيكون أكثر من مجرد روبوت. أنا بخاف منها كلمة أكثر من مجرد هذه، لما تسمع أكثر من مجرد أعرف الإشي ممكن يكون هفا على الآخر، بس إحنا ما متعودناش على إشي هفا من جوجل. صح شفنا كم من حاجة هفا يعني، بس بتضلها جوجل برضو. ليش ممكن يكون أكثر من مجرد روبوت دردشة؟ لأنه جوجل ممكن تضيف إمكانياته في محرك البحث. جوجل يعني كأنها بتزقر على اوبن اي وبتقولها اذا لم تكن اسدا فلا تدخل الغابة. اوبن اي ما تدخلش الغابة مش عشان جوجل بارد اكثر من مجرد روبوت وممكن يضيفوا امكانياته في محرك البحث، لا عشان كمان تستخدم فيه النظام اللغوي المطور من قبل جوجل لامدا. يعني جوجل اعتمدت في جوجل بارد على لامدا، احد النماذج اللغوية الكبيرة اللي تم تطويرها من قبل جوجل. اما اوبن اي اعتمدت في الشات الخاص فيها على النموذج اللغوي جي بي تي. ايش الفرق بين الجي بي تي واللامدا؟ الفرق بين الجي بي تي واللامدا انه الجي بي تي بركز على انشاء نص، اما اللامدا ممكن تعمل معه حوار. الهدف من جوجل بارد هو تقديم معلومات في اجابه بسيطه في صفحه محرك البحث، يعني قريب في الشبه من اليكسا وسيري، بس الفرق انه ممكن يطلع لك روابط حتى اذا بدك تزيد معلوماتك. وجوجل بارد حتعتمد في معلوماتها على اجابات المستخدم والويب. ايش الفروقات بين الشات جي بي تي والجوجل بارد؟ الفروقات والاسباب كثيره، بس بالنسبه لي حاجتين اثنين هم اهم الاسباب او اهم الفروقات بين جوجل بارد وشات جي بي تي. الاول انه جوجل بارد لما بتقدم لك الاجابه بتقدم لك اياها حسب الوقت الفعلي، اما الشات جي بي تي بتعتمد في بياناتها ومعلوماتها على 2021 وما قبل 2021، يعني اي تغيير بعد 2021 ممكن تقدم لك الاجابه فيه خطا. على سبيل المثال لو سالناها عن شيء بسيط مثلا عن تشكيله ريال مدريد ممكن تذكر لنا راموس وفاران ضمن التشكيله. السبب الثاني والاهم من الاول انه جوجل بارد الى حد الان بشكل مجاني، اما شات جي بي تي بقدم لك نسخه مطوره، يعني بيعطيك شات جي بي تي بلس. اختصار من غير ما اطول فيديو، ما حدش يحط راسه براس جوجل، عشان جوجل لما كانت راجعه انتم كنتوا لسه رايحين. وما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس الى 10,000 مشترك. سلام.